بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كويسين؟ كل سنة وانتم طيبين ويعودها عليكم بيمن وبركات، اللهم امين. يكون ايام وشهور سعيدة عليكم وعلينا وعلى الجميع وفي جميع انحاء العالم، يعودها عليهم بخير وسعادة ويسعدهم ويهنيهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم نبتدي في يومنا النهاردة؟ قلنا هنطبخ رحنا ايه النهاردة؟ قلنا نعمل لنا ايه؟ شوية فطير ودي وتقضوا وتتعدل ان شاء الله، والحمد لله ورضا من عند الله. هنشوف مصالحنا الأول ونبتدوا. ايه رأيكم في الجو النهاردة؟ حلو. لا هي لها كم يوم حلو، الجو صيف ومسجع الواحد على كل حاجة. شوف الشمس بقيت لونها فاتح، الأول كانت مصفرة كده وكده، والجو كان برضي النهاردة ولي كم يوم الصراحة دفين دفين، ما حسينش ان في شتاء. هو كان بسيط يعني، مش زي كل سنة. كل سنة هيبقى برد جامد جامد، بس السنة دي هو كان في حر جامد. قلنا ربنا يقدرنا على شتاء هيكون ايه وضعه، بس الحمد لله وربنا يسترها الحمد لله. هو يعني هيكون أصعب شيء أي شهر طوبة والأيام دي، لكن الأيام دي عدت الحمد لله، وزي ما عدت الأيام دي تعدي الأيام الباقية. نغسل قزازة ذاتيه اللي حاطة فيها ملح عشان تبقى نظيفة، منظرها حلو كده، يبقى نظيف ويشهشه النفس شوية يعني. حباية دقيق ليل مش هنكتره عشان نعملوا الحاجة على الكد، عشان ايه هتقعدوا تترطوا كده، عشان الواحد ياكل الحاجة طازة ما تعكش وتقعد كده. وبالذات الفطير هو لي أول يوم، وبعد كده لا ما ينفعش. كل حاجة سبحان الله تتاكل في أول حاجة، في أولها في لحظتها، وبعد كده سبحان الله. بس كل حاجة يعني ايه، بالذات الطبيخ والحاجات دي ليها لحظتها. بعد كده ايه، هي الحاجة الوحيدة صح اللي تاكليها تاني يوم وتحلي الفاصوليا، لكن اي اكل سبحان الله. واحد الحاجات الحلوة اللي ياكلها اللي صح مهما تاكلي فيها، وتبقى نفس الواحد مفتوحة. الحاجات الشعبية الحلوة كده هي اللي تتاكل. يجعل أيامكم سعيدة وحلوة ومفتوحة وتاكلوا كل شيء، اللهم أمين يا رب العالمين. عادي دقيتي عجلنا وشربنا ايه الشاي، ونسمى الله ونتكلوا على الله، ونشوف ايه حياتنا وايه يومنا ونشغلوا ويلا. خلصنا كل اللي معانا وكل اللي ورانا، نبتديش انا اصلا بالحاجة اللي يكون حنقعمز بيها زي كده، لا نخلص الورايا كله ونعمله، ونجيب بعدين الحاجات اللي زي دي عشان يكون قعمزت وما وشغالة خلاص كده. لكن خلاص يعني فاض خلاص. لكن نجي في الايه، الاهم شيء الاول كل حاجة نعملها، كل شيء، وهي دي اخر حاجة. وادي تلم علي الايه، الحمام مهما نحط ومهما نوكل لا يتلم. ليه؟ عشان وقت ما يكون عناكله كل واحد من اللي جنبي بإيده ويرمي للحمام من لب العيش. قلت لهم ده حيتعود، حتى كان يجي تلايا لما يكون نعمل حاجة دلوقتي، أول ما بس نقعمز ولا نحط طبلية ولا نحط الطشت يجي يرمح. طيب هذا الرول تطير على الوضع ده. ويلا نتكلوا على الله ونسموا الله، ونقعدوا ايه ناخدوا وندوا مع اللي قاعدين حواليا دي، نحكوا ونقولوا ونعيدوا ومصلحتنا تقضي قوام. كلمة من هنا حدوتة من هنا، الوقت مش الواحد مش هيحس بيه، هو مش كتير قليلات، بس الحمد لله ورضا من عند الله الحمد لله. نسمى الله ونشتغلوا في أول فطيرة، وأنا مشغلة الفرن بدري تحنا تبقى السخنة كده عشان أول ما نحط ونطلع. وتصغننين وحلوين وحلوين صح يعني. وإيه أخباركم؟ يا رب يكون أيام سعيدة ومفترجة علينا وعليكم وعلى الجميع بإذن واحد أحد يا رب. على حبايبي شكرا، متشكرين ألف شكر، ويجعلها أيام سعيدة ومباركة على حبايبي اللي بعتولي واللي اتصلوا عليا. الله يسعدهم ويهنيهم بالأيام المفترجة الحلوة دي اللي هنوني النهاردة
ويسعدوني ويبسطوني. الله يبسطهم ويسعدهم بحياتهم وبكل شيء حواليهم. اللهم امين. شكرا على كل وحدة وحبيبة وأخت وبنت وأخ وخال وعم وابن ليا، كلكم فوق راس منوريني على اللي هنتوني وبعتولي واتصلتوا عليا. الله يسعد أيامكم ويسعدكم، اللهم أمين، على الأيام المفترجة الجميلة. الله يهنيكم. والله أنا مش عارفة نقول إيه، ولساني عاجز على الكلام، نقول إيه ونقول إيه على الكلام الحلو اللي يفرح، اللي بسطني، اللي كلكم اتصلتوا وكلمتون، وحبايبي كلهم اللي خارج مصر. الله يسعدهم ويهنيهم ويجعل أيامهم كلها سعادة وهنا. اتصلوا علي وبعتولي. الله يسعدكم ويهنيكم يا رب العالمين. اللهم أمين. يعني سبحان الله، الحمد لله، ربنا يعوض يا سلام بكل شيء. الواحد هو يعوضنا بشيء احنا ما نعرفوهش ايه ولا ايه، بس نقول الحمد لله. الحمد لله على حبايبي اللي شوف من جميع أنحاء العالم، وكل يعني من خارج مصر، وكل يتصل ويهنيني ويبارك لي بالأيام الحلوة المفترجة. يا رب نهنيكم ونبارك لكم، ويا رب عند الحرم، وربنا يمكن يجمعنا كلنا عند الحرم. اللهم أمين. زي ما ربنا حبب في خلقه وخلى الناس الحلوة دي اللي فوق راسي اللي برا مصر وجوا مصر، الله يسعدهم. حبايب المصريين كلكم كل سنة وانتم طيبين. حبايب الخليجيين، حبايب في جميع أنحاء العالم، كل عام وأنتم بخير، وشهور سعيدة ومباركة عليكم وعلينا وعن جميع حبايبي في جميع أنحاء العالم. اللهم آمين. يكون أيام سعيدة زي ما ساعدتوني. يعني كمية اتصالات النهاردة، يعني من والله العظيم الاتصالات دي صحتنا من النوم. الله يسعدكم ويهنيكم على الكلام الحلو ده كله اللي قلتوه في حقي. الحمد لله. الحمد لله. أنا ربنا يعني عرفت يحبني حب جامد، على ربنا كرمني بيكم وعتهنوني عتهونوا ما تعرفوش عتهونوا علي حاجات كد وإيه وإيه، ونقول الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. نسمى الله ونشوفوا وضعنا هلا هنعملوا فيه ده. أنا عملوا في الفطير. احنا عندنا هنا نقول عليه فطير، واللي يقول كل بلد ويقول، هاللي يقول عليه رقاق، وكل بلد وطريقتها. احنا كده نعملوه وحنعمله معاكم ان شاء الله بالسخينة. وحبايبي اللي يعملها بالشوربة، كل بلد وكل محافظة وطريقتها في عملة الحاجات دي يعني. وسهل وبسيط، سهل وبسيط، بس أكله حلو، أكله حلو. شوف طالع جميل ازاي، زي الفل. والله ما يستاهل الا بكم. الله يسعدكم ويهنيكم. انا الصراحة نقول الحمد لله على المحبة، هنيتكم على المحبة وعلى الكلام الحلو، والفرحة هنيتي على الاتصالات اللي جاتني وصحتني من النوم وبالليل وفي كل وقت. الحمد لله. خفيف وحلو وجميل وطري. بصوا شايفينه احمر، بس تقولوش ده ناشف. لا، انا هلم لكم واحده اللي فيها الحته الحمراء، البقعه الحمراء دي، وملدونه، يعني تحسيه هو طالع ملدون على وني في اللسعه دي، لكن لا مش محروق او مش منشفاه الفرن، لا، برضه طري وملدون وحلو. كده. بس انا عجني يعني عجناه قليل، والقطعة قطعها صغيرة، ما قطعش كبير، عشان ناخد راحتي في الفرن وناخد راحتي انا وعننشب كده يعني.
بس مرهفة خالص، وعشان عجنها جامد نمط فيها، شوف نتح فيها كده إن مخدومة في العجنة، لا ما تتقطعش، عاملة زي الاستك. شوف ازاي يقب كده، كل دقيقة يبقى ايه، فقاقيح كده. هنغيرها ليه ونبدل فيها في الجناب، عشان مطرح يكون سخن خالص المناق. ويا رب ما يكون انا ضيفة تقيلة، بس على حصل معايا النهاردة واتصالات والمحبة واللي شفته. لا انا مش ضيفة تقيلة، لا انا حاسة نفسي مش تقيلة، حاسة نفسي بفرحة وسعادة ومحبة. شوف ازاي، اه اه شوفوا يتلم وملدون وحلو. وادي شفتوا الحتت الحمراء برد، اه وبرد طري زي، يعني طري طري في ايدي. يعني على المحبة، لا يعني حسيت بنفسي في الكلام اللي قلتوه في الاتصالات اللي اتصلتوها دي. الحمد لله الحمد لله على محبتكم ومحبة ربنا ليا. ألف حمد وشكر ليك يا رب. لا أنا قلبتها ليه؟ عشان خاطر ما تحمرش جامد من تحت ونطلعها بسرعة. مش هنخليها نستنى، بس الأمانة ده بتاعي ان السخينة. لكن لو بتاع لبن لا، ما نستنى عليه شوية، نحب يتحمس بتاع اللبن، وهو بتاع اللبن يتحمس اصلا. ومهدي يلا الفرن عشان يبقاش ايه، الفرن عالية تحرقه، يعني مديها حقه كده وراحته على الاخر. في حد يعمل؟ لا انا متهيئلي في، يعني انا شفت برا ناس تقول لا في عنديهم، بس يعملوه بطريقة تاني، بس ما نعرفش يعني زي طريقتنا ولا ايه غيرها. وفي بلاد تاني بردي تقول لي ازاي ده يتعمل. يعني كل بلد وليها وضعها وتقاليدها في أكلها وفي كل الحاجة اللي تعملها كده يعني. وكل عام وانتم بخير، يعيدها عليكم أيام الفرحة والسعادة، وكل سنة وانتم طيبين.